زيجات فنية كانت مفاجأة لناس كتير جدا، ومن الزيجات دي زواج فردوس عبد الحميد ونبيل الحلفاوي، واللي ناس كتير ما كانتش تعرف انهم كانوا متجوزين في يوم من الايام، لكن بيتم الانفصال بعد ما خلفوا ابنهم خالد واللي بقى مخرج مشهور في الوقت الحالي. ومن الزيجات دي برضو زواج سهير البابلي واحمد خليل. القصة بدأت بخناقة بينه وبين سهير في بداية تصوير سهرة درامية، وقال إن سهير اتعاملت معاه بطريقة حادة وإنه رفض ده بشدة، واتخانقوا مع بعض عشان بعد الخناقة دي تكون بداية قصة حب وزواج تم بعد انتهاء تصوير السهرة الدرامية. وبعد زواج لمدة عامين بيتطلقوا لأن أحمد خليل ما تحملش إحساس إنه ممثل صغير وهي نجمة كبيرة. وأحمد خليل بيقول إنه هو كان غلطان عشان كان بيتعامل معاها بحساسية شديدة. ومن الزيجات دي كمان زواج مها بعوف وعمر خورشيد، واللي تم عام 1981، بس الجوازة دي ما استمرتش غير كام شهر لأن عمر خورشيد مات في حادثة بشعة ما زالت لغز حتى الآن. وبتتعرض مها لصدمة كبيرة بعد ما بتعرف الخبر، وبتكتشف مها إنها كانت حامل، ونتيجة الصدمة بيحصل لها إجهاض. ورغم إن عمر خورشيد اتجوز كذا مرة، لكن ربنا ما كتبلوش إنه يكون عنده أولاد.